جلال قندالي صحفي من المغرب ومسؤول في الجمعية المحمدية للإعلام والإعلام والصحافة. يعني انطباعاتك ايه عن مصر بعد ما جيت وشفت الجو والامان والحاجات دي كلها؟ طبعا أنا من بين الصحفيين اللي كنت دائما كنتبع الحالة الوضع السياسي والأمني في مصر في عهد النظام السابق ومن بعده. بطبيعة الحال هناك التناول الإعلامي على حساب كل منبر. مثلا إلا شلنا مثلا بعض القنوات الخليجية كيبينوا مصر بشكل عام بأنها بلد بدون أمن وبدون أمان، وبأن كل المدن تقريبا هذه الصورة تقريبا الطباع اللي عند عموم العرب. لكن في الواقع الأمر مختلف جدا. بطبيعة الحال هناك بعض القلاقل ولكن في أماكن محدودة. الأغلبية احنا كنتمشاو وكنتحركوا في الشوارع بشكل عادي ليلا ونهار. هذه الصورة بطبيعة الحال سننقلها للمغرب بأن مصر شكل ثاني. بالتاكيد في دور لرجال الصحافه والاعلام في يعني الالفه بين الشعوب العربيه والكلام ده كله. ايه دور الجمعيه عندكم؟ الجمعية بغض النظر على تبادل الزيارات والتعرف على المجال يعني الرياضي بالدرجة الأولى، لكن الجانب الآخر هو أنه يعني نقل الصورة الحقيقية لهذه البلدان. بطبيعة الحال كنعتبر بأنه هذه الدبلوماسيه الموازيه شئنا بغينا ولا كرهنا، يعني الدبلوماسيه الموازيه ما بين الشعبين. ممكن في هذا المجال الرياضي ممكن نخدموا ما هو سياسي بالدرجه الاولى كذلك. شكرا.